واولهم سام بن نوح وحام بن نوح ويافث بن نوح، وبالتالي معاهم نوح عليه السلام، لان كل دول ابناء، ودول تقدر تقول عليهم كده كلهم اباء البشريه الحاليه كلها، يعني احنا كده كلنا هم ذريتهم. سيدنا نوح عليه السلام بعد الطوفان السفينه بتاعته وقفت في جبل الجودي في تركيا حاليا، ومن هناك وزع ابنائه في اماكن مختلفه في الارض. يعني مثلا قال لسام يروح يسكن الجزيره اللي هي الجزيره العربيه حاليا يعني. وللعلم الجزيره العربيه دي في ناس تعرف ان هي السعوديه، هي مش السعوديه. الجزيره العربيه دي هي جزيره العرب، تضم يعني اكتر من دوله زي مثلا الكويت، السعوديه، اليمن والى اخره من الدول، عشان نخلص بس. المهم سكن سام الجزيره، وبرضه اخوه حام راح مكان، واخوهم يافث راح مكان تاني خالص. سام بن نوح ابو العرب والفرس والروم، ودول اللي جم من بعديه. حام بن نوح ابو الافارقه، الناس اللي بشرتها سوداء، حتى القبط والبربر يعتبر من ذريته برضه. يافث بقى اخوهم يعتبر ابو الترك والصقالبه وياجوج وماجوج. هو ياجوج وماجوج من البشر يعني، كلنا عارفين ده، وكنت اتكلمت عنهم في حلقات منفصله، فعشان ما نتكولش في الموضوع.